الوالدين في المغرب مازال تيتصحاب ليهم فاش كيطلقوا، راه هما اللي كيشريو الراحه ديالهم وما على بالهمش بلي راه ماشي هما اللي كيطلقوا، راه الولاد اللي كيطلقوا ولا الولاد اللي كيتقسموا ماشي الوالدين. وانا غادي نشرح لك علاش. دابا في المغرب عندك جوج تايب ديال الطلاق، وانت وزهرك. غتقول لي علاش انت وزهرك؟ لانه انا اليوم ماشي غادي نهضر لك على شنو الاسباب ولا شنو هما التبعات ديال الوالدين انا نناقشوا الاولاد، لان الاولاد كيبقاو هما اكبر متضرر من هذه البلباله كامله. فهمتي؟ المهم انا غادي نجيك الهضره باش تفهم. التايب الاول واللي هو شبه مستحيل انك تلقاه في المغرب هما دوك الوالدين اللي كيكونوا متفاهمين، وغالبا الطلاق ديالهم كيكون عن تراضي، وكيشدوا الولاد كيحطوهم في الاولويه، ما كيمرضوش ليهم راسهم، ما كيبقاوش ينقروا عليهم ويبينوا لهم بان راه الطلاق هو نهايه الحياه. كتلقى الاب والام واعيين بالرغم من انهم كيطلقوا، الا داك الفايب الزوين كيبقى. كتلقى الاب كيزور ولادو ديما وكيصرف عليهم وكيقريهم وكانهم ماشي مطلقين. يعني العلاقه ما بين الام والاب كتنتهي، ولكن العلاقه ما بين الوالدين والابناء كتبقى عاديه، لان هذا الشيء راه كيفيكتي مباشره الدراري. يعني يقدروا يتروماتيزاو وتقدر طرا لهم اي حاجه. انا ليا دابا نهضروا على الجهه الاخرى، واللي هي الجهه الكارثيه اللي كدير بزاف د المشاكل. كتلقاهم كيطلقوا، ماشي هما اللي كيطلقوا، وكيطلقوا معاهم حتى ولادهم. وفي هذه الحاله غادي تلقى جوج الانواع ديال الناس: الحاله اللي كتكون فيها المراه هي المشكل، والحاله اللي كيكون فيها الراجل هو المشكل. فاش كتكون المراه هي اللي فيها المشكل، اش كدير دير؟ اول حاجه كتحاول ما امكن ان تحبس دوك الدراري اللي الاب ما يشوفهمش، وكتبدا تعمر فيهم من الصغر وتحقد فيهم على باهم وبدا عليهم باكم خيب ما مزيانش، راه ما كيسواش. وهذه واخا يكون الاب داير اللي عليه كيخلص النفقه وكيحاول يزورهم وبزاف د الحاجات، هاد الام هذه كتسعى على انها تشيطن داك الاب باش يبان ولد الحرام في عينين ولادها، ومن هنا لقدام ما يعقلوش عليه. وغالبا فهمتيني كتبدا تخدم القوالب باش ما يجيش يشوفهم، وكتبدا دير شي بلانات فهمتيني اللي لا اخلاقيه ولا دينيه، وتقدر توصل بها كاع على ان فهمتيني تفتعل المشاكل باش ان داك السيد ما يجيش يشوف ولادو، تحرمهم منهم. وبدا تخدم مع القوالب وبدا تكذب وبدا تصنع قصص اسطوريه باش تبين داك الاب راه شيطان، وبالله راه هو المدمر، وبالله راه هي المزيانه في القصه، والاب راه كان هو الخيب. ارى لي نشوفوا من الجهه الاخرى، كاين بعض الاباء والله ما كيمرقوا، واخا يكون عنده شي، كيكون عنده فلوس ماشي كينتقم من الام وكينتقم من الاولاد. كيسحب لي راسو الا ما مشاش صرف عليهم وما خلصش عليهم، راه انتقم منها هي، في حين انه راه كيجي في الاخر كيلقى راسو بلا راه انتقم غير من دوك الدراري. كتلقاهم كيتروماتيزاو لانه فهمتيني ما عندهمش الماكله، ما ساكنينش سكنه مزيانه، وغالبيه الوقت كاين اهمال من طرف الاب ما كيعقلش عليهم. فبالتالي دوك الدراري واخا الاب ديالو كتلقى عندهم فلوس كتلقاهم كابرين معقدين، لانه باش انك تاسس واحد الاسره راه خاصك واحد التوافق فكري وواحد التوافق فهمتيني ديني وتربوي ما بين المراه والراجل. ولكن فاش كيكون واحد فيهم غايب فعول على المشاكل، لانه راه كنشوفوا اسر الاب والام كاينين ودايرين خدمتهم، ورغم ذلك كيطراو هفوات مع الساك ان الاب غايب اللي اصلا هو اللي كيوفر فهمتيني الحمايه والفلوس وبزاف د الحاجات. بالنسبه لهذا الاب هذا فما يمكنش على انه يتعتبر انسان، لانه ما يمكنش تشد على انك اولادك ديرهم سلاح باش تضرب ديك المراه اللي طرا لك معاها مشكل. طرا لك مشكل مع ديك المراه ما تشخصناش مع اولادك، صرف عليهم وجههم كبرهم باش نهار يكبروا ويعرفوا المشكل في من كاين، غادي يقدروك وغادي يعرفوك بالله انت راه كنتي واحد الشخص اللي ترونكيل وما شخصنتياش معاهم. وما تعلقش الطلاق ديالك بديك المراه، ما تطلقهاش هي بولادها، لانه دوك ولاد راه محسوبين عليك بغيتي ولا كرهتي. فهمتي؟ وغادي تحاسب عليهم والتقليد ديالك راه عليهم. الخلاصه ديال هذا الشيء كامل، الخاسر الاول في الطلاق هو الاولاد. سواء بقات العلاقه زوينه سواء ما بقاش مزيانه، ضروري من دوك الاولاد كيتاثروا بديك العلاقه. وكاين اللي كما قلت لك فهمتيني النوع الثاني اللي كيطلق فهمتيني الاب ولا الام كيطلقوا فهمتيني نهائيا، فكيطلقوا حتى الاولاد، وذوك الاولاد كيتروماتيزاو، كيولي عندهم مشكل في التعبير. غياب الاب ولا الام بعض المرات يقدر يشكل لهم احراج في الاماكن العامه، ولا بعض المرات يجي يصورهم غير شي واحد كيجي شويه في شكل. فهاد الابناء هادو مساكن راه ما خصهمش يكونوا ضريبه لهاد الكلاف ديال هاد الابوين، ما تشخصنوهاش، لانه الطلاق كما قلت لك راه ماشي الوالدين اللي كيتفرقوا، راه الاولاد اللي كيتفرقوا. وهاد الاولاد مساكن راه ما ذنبهم عليك حتى شي حاجه، لانه انت ما اختاريتيش، على هما ما اختاروكش ولكن انت راك اختاريتيهم. فاش تولدوا واحد الدراري
استمريتوا في العلاقه ولا ساليتوها، خليهم في واحد لينيفير راسهم، ما تشدوش مشاكلكم والانتقامات ديالكم وداك العقد ديالكم تخرجوهم فيهم، لانه في الاخر راه هما اللي غادي يعانيو وغادي تجي فيهم. وغالبا اغلبيه كيطرا ليه مشكل نفسي، يا اما كيأذي راسو اولا كيتجه للمخدرات فهمتيني، ولا ما كيوصلش لداك الشيء اللي بغا، وكتبقى حياته فهمتيني تدمر تدمر تدمر، حتى واحد الناس واحد النهار كيلقى راسو في الزنقه. وإلا كانت بنت راه حنا عارفين بانها تقدر تخرج ليها ولا تقدر تتعرض للاستغلال، يعني جميع الوضعيات كتكون اوفير وجميع الاحتمالات ممكنه. لذلك فاش تطلق كتاب عليك الطلاق، خلي مشاكلك مع داك السيد اللي انت البارتنر ديالك الشريك ديالك جنب، ولا داك تهلا فيهم، لان هذوك محسوبين عليك، هذوك ما عندهم حتى شي ذنب في الموضوع، وما عندهم حتى شي ذنب في انهم يهزوا داك العقد والمشاكل والحقد ديالكم. تهلاو في ولادكم، راه التقليد ديالهم راه راجع ليكم وغادي تحاسبوا عليه الا كانت نيتكم معاكم خايبه. كان معك ذا جوكاس، نشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي.